صباح الفل مساء الفل من اي مكان وفي اي زمان. منورين يا جماعه قعدتنا. القعده النهارده طبعا اكتر واحد مبسوط فيها مين؟ حبيب، وكلنا عارفين ليه. ايه الاخبار؟ معاكم رضوان ماركو حبيب. يا جماعه ايه الاخبار؟ ازيك يا رادو؟ كله زي الفل. عامل ايه؟ مبروك يا عم حبيب. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك اخيرا سمعنا البايرن. اخيرا بقى في سن تقدير، اخيرا بقى في سن تقدير منكم. اخيرا ماشي حقك. هو الصراحه حقه. هو حقه بصراحه. حقه لا. تعالى نبدا بالبايرن وباريس. متوقع صح. ومتوقع شوف صح. التوقع الوحيد اللي جابه صح الماتش الفرقه بتاعته. فرقتي يا حبيبي بشجعها بقالي سنين مش على الفاضي يعني. يا ولا. كده حافظها صم يعني. ماشي تعالى نبدا ببايرن وباريس. نبدا بحبيب الاول بما ان هو الكسبان يعني. قول لنا بقى يا باشا، مش علينا اول حاجه بس عشان انت هتدخل بقى ايه وما بدوقش طعم الخساره ويعني ايه مكسب والكلام ده كله. الحمد لله يا ربنا نصرني. الحمد لله ده استريك مكسب لحد دلوقتي، ما شفناش لا تعادل ولا خساره ومكملين على كده. كان في ناس كتير بتشكك في البايرن ويقول لك دوري الماني وما لعبناش فرقه قويه. ده كان اول امتحان. هو حقيقي كان اول، ده حقيقي، ده كان كلام حقيقي. ده كان كلام حقيقي بامانه. ده كان اول اختبار قوي للكومباني، وانا بصراحه كنت مستني الماتش ده وكنت عايز اشوف الاداء بتاعه في الماتش ده هيبقى عامل ازاي. الحمد لله ان هو طلع مش بس ان احنا بنكسب الدوري الالماني وان هي كلها كانت مكاسب يعني خداعه، لا بالعكس احنا عملنا ماتش قوي جدا 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 قدام بي اس جي بالذات الشوط الاول. ايوه قدمنا ماتش عالمي اللي خلانا برضو الشوط الثاني قدمنا ماتش حلو بس لسه هنجيله في التفاصيل دلوقتي. انا بالنسبه لي الشوط الاول كان كله لويس دياز، جونين احلى من بعض. الجمله اللي جت منها الجون الاول اتكررت في الشوط الاول 3 مرات، وكيميتش جات له كوره نفس الكوره دي في الشوط الاول في اخر الدقايق ضيعها. جنابري اللي قلب كعبه حلو قوي. دي تحسسك ان في ايه شغل مدرب يعني. كومباني هو اللي عامل الكلام. لما الجمله تتعاد معاك 3 مرات في خط الهجوم تعرف ان الجمله دي اللعيبه متمرنه عليها وبتعملها وبتلعبها اكتر من مره، عشان كده ايه حافظينها صم. فده شغل كومباني يستاهل المكسب ده. لسه قدامنا امتحان تاني قدام ارسنال الماتش اللي جاي في الابطال، بس لسه ده بعد التوقف الدولي. الحاجه الوحيده اللي ممكن اكلم او الوم كومباني عليها في الشوط الثاني ان انت سلمت الماتش كامل لبي اس جي. انت كان ممكن عندك فكره عايز تطبقها ان انت عايز تشوف فرقتك بتدافع ازاي، لان دي حاسسها ان انت جيت في الشوط الثاني اول حاجه عملتها بعد الطرد اللي خده لويس دياز في الشوط الاول سحبت جنابري الوحيد، اللعيب الوحيد اللي في التشكيل معاك اللي يعرف ينقلك من هجوم من طب انت شايف يطلع مين؟ انا كنت شايف ان هي زي ما هي، بس هاري كين هينزل يسقط تحت بزياده فيبقى كانه خط نص ثالث. هيطلع مين بدل جنابري؟ مش هيطلع حد، هم دول اللي هيطلعوا. جنابري هيرجع بس هيروح الشمال مكان لويس دياز، حته الصانع الالعاب دي يقوم بيها هاري كين ينزل بيها تحت ويساعد معاهم في الدفاع. هيتعب هاري كين في اول 10 دقائق، تبدله ساعتها بقى بشكوف هاري كين نفسه. فهيبقى نقلك من الدفاع للهجوم معتمد على اوليسي وجنابري، لان جنابري ده اسرع لاعب عندك اصلا. بس هختلف معاك في حته ان هو ساب الكوره. انا بالنسبه لي هو في الحالتين كان هيسيب الكوره لباريس، لان انت بادي 45 دقيقه. انت قصدك هو غصب عنه؟ هو بالنسبه لي هو غصب عنه. حتى لو التبديلات اللي انت كنت بتقول عليها دي ما كانتش حصلت، هو كده كان هيسيب الكوره، لان انت كسبان فرق 2 وبتلعب بره ارضك ماشي. وفي نص الشوط تقريبا استقبلت جون، فانت ممكن في اخر الشوط صدفه تقوم لابس جون تاني تتعادل بعد الماتش العالمي اللي انت عملته قدام باريس. فمالهاش لازمه يعني. قصدي لو انت نازل الشوط الثاني مش عايز تسيب كوره، طب انت ليه؟ لا مش فكره مش عايز اسيب. هو خصوصا ان باريس الشوط الثاني ضيعت كور كتير برضه. ضيعت بس مقارنه لبايرن الشوط الاول بايرن مضيعه كتير قوي. وهم بيلعبوا 11 ل 11. العارضه بتاع جنابري افوق بكتير من باريس، افوق بكتير جدا من باريس. عارضه ومش عارف ايه. لكن ان انا انزل الشوط الثاني دي ان انا امسك كوره وانا فريق منقوص او بلعب. لا بالعكس يا مارك، انا مش عايز امسك كوره. انا مش قصدي، انت فهمتني غلط في الحته دي. انا مش قصدي ان انا امسك كوره، انا قصدي ان انا هسيب الكوره كده 100%، بس مش هلعب جيم دفاعي بنسبه 100%. لو ما رميش الفوطه. احنا الشوط الثاني احنا ما طلعناش بهجمه مرتده، لان مين بقى في الوضعيه دي اللي انت ناقص فيها لاعب يعرف يطلعك بهجمه مرتده؟ اسرع لاعب عندك في الفرقه اللي هو جنابري. ده انت سحبته الشوط الثاني. بالعكس انا كان بالنسبه لي لو هتسحب اسحب هاري كين، لان هاري كين كده هيطالب الشوط الثاني بخط دفاع ان هو يدافع في خط النص وانه يطلع الوينجين اوليسي او جنابري. يعني انت عايز تطلع بالكوره، عايز اعمل مرتدات يعني. انا كده هسلم الكوره بس عايز اعمل مرتدات، ما بقاش ال 90 دقيقه قاعد في منطقه جزائي. بس خلي بالك هو برضه كين كويس جدا في طلب الكوره يا جدعان. بس يعني بطيء برضه هو هيطلعهم. ايوه بس بيطلع جدا. هو هيطلعهم عشان كده قلت لك ما كنتش عايز يبدل اصلا يعني. بوشكوف لو هينزل بعد الدقيقه 65 كان يجرب اول بدايه الشوط الثاني بالطريقه دي، ان هاري كين كانه خط نص ثالث قدامهم بيدافع عادي. وقت ما نقطع الكوره نسلمها لهاري كين، وظيفته ايه؟
طلع لي جنابري مرتده، لان انا ممكن اخطف الثالث في مرتده فبقى انا كده موت الماتش. لكن 2-0 كان ممكن ان هم يرجعوا 2-2، بالذات ان هو بعد ما شفنا اول ما جواو نيفيز جاب الجون الاول قعدوا ضاغطيننا فتره كبيره، كان ممكن كذا فرصه ضيعوها ورا بعض. بس هي مش خطيره قوي، بس كان ممكن يطلع منها 2. فخساره ماتش زي ده يروح على على غلطه يعني هي الغلطه مبدئيا من لويس دياز من الاول من الطرد، بس انت تفادى الغلطه بان انت ممكن تكتمهم بالجون الثالث. سواء عيني دخله في حكيمي، يا رب يعني ربنا يشفي حكيمي، يا رب يلحق افريقيا، بس ما يكونش فيها دخل في دخله غبيه قوي. شفت بعد الماتش كان منزلين ستوري او بوست الواد رجليه ورمه يعني، هو باين اصلا خارج شايلينه على رجله ما بيدوسش عليها يعني. فرد غبي الصراحه برده من لويس دياز، هو غبي قوي يعني. ازاي كان متفاجئ الحاجه دي لا وكومباني اصلا اول ما الفاول اتعمل قال له لا مش فاول ايه ده اغتصبوا في الملعب مش فاول ايه. لا مش فاول، هو كان قصده مش طرد لا هو اداله انذار في الاول يعني اول ما الكوره اتعملت فكومباني كان بيعمل كده لا مش فاول ايه امال ايه طيب. لا ده حكيم دي كارثه لا دي كارثه يعني صعب قوي الصراحه. بس هي بص هي تمشي انذار كارت اصفر لولا ان رجل حكيمي اتنت تحت جسم لويس دياز، هي دي اللي خلت الكسره دي خلتها يعني من ورا كبرت منها. هي بالظبط هي استفزازيه، هو تحس ان هو اتضايق يعني عارف فورت البلاي ستيشن زمان اللي هو بتشنكل من ورا لازم يديك كارت احمر. انا شفتها قوي في الكوره اللي فاتت دي. هو داخل رجله يعني ملويه بطريقه صعبه قوي بصراحه. هو كان يستحق كارت احمر. استفز ان حكيمي قطع منه الكوره، فاهم يعني هو كان لقطه استفزازيه منه صح يعني ما فيهاش تركيز. لا ربنا يشفيه الصراحه حكيمي، يا رب ما تاثرش فيه وفعلا يلحق. وهو لويس دياز برضه المفروض ياخد باله في الماتشات اللي بعد كده ان حركه زي دي مالهاش لازمه، ماتش بالذات زي ده قوي يعني. انت دلوقتي في انت هتبقى مان اوف ذا ماتش فيه بسهوله. دي حقيقه صح. كان كده مان اوف ذا ماتش بسهوله يعني. راحت لنوير في الاخر بسبب الدفاع. بس كومباني برضه اللي كنت حاسه حته بشكوف ان هو نزلها مكان جنابري، ان هو كان عايز يجرب الفرقه دفاعيا، ان انا لو جيت في ماتش قدام مع فرقه اقوى مني هجوميا وضغط عليا وانا كسبان بفرق 1 أو 2، هل هعرف اقفل ماتش دفاعي بحت زي ماتشات مورينيو كده؟ لان دي بانت ايه امتى؟ اول ما سحب جنابري ونزل بشكوف، بعديها قام ساحب اوليسيه ومنزل كيم من جاي، فبقينا بنلعب 5 في الدفاع. وبعدها قام ساحب هاري كين ومنزل كوريتسكا. فانت مفيش حد هيطلعك. مش عارف في مين مش عارف المؤتمر الصحفي بعد الماتش ولا حد مش عارف كين او حد قال لك كومباني بيدربنا في التدريب ان احنا بنلعب ساعات 8 ضد 10 او 8 او 9 ضد، دايما بيدربهم ان هم يلعبوا ناقصين عشان في الظروف اللي زي دي. فاي حاجه متحضره اي حاجه متحضره منه جدا ان هو ساعات بيدرب فرقته لما تلعب ناقص تعمل ايه فجاهزه. ما تفاجئوش ان هم اتطرد منهم واحد يعني، فاهم قصدي؟ يعني الفرقه يتطرد منها تتهز. بس ما قدموش الشوط المثالي برضه يعني، قدموا شوط دفاعي رائع. بس دفاعي رائع طبيعي برضه. هو بيلعبوا في ارضهم في ارض باريس قدام بطل اوروبا يعني. بطل اوروبا في الاخر هو مش فرقه باريس مش فرقه صغيره يعني. لو ما ضغطتش البيلي كان قاعد الشوط الاول فوق ده قاعد بيتفرج عليه هشام يعني مش فاهم هشام بصراحه ايه وجهه النظر جايب التخلف تحت قال ايه بيقول لك عايز ادور على حاجه عايز اكتشفها وانا قاعد فوق. بتدور على ايه ده؟ لا ما اعرفش بصراحه. الواد يا عيني المدرب ماسك تليفون بيكلمه ايه يا مهجه الله يخرب بيت ابوكي يا مهجه وده وقته المدرب يعني ده التعبير يعني الرياكشن بتاع وشه مش ايه بتقول ايه حاجه غبيه جدا. هو مش انت عارف ان الحركه دي قديمه اصلا يعني، كانوا بيعملوها يعني. انا بعد الاستوديو التحليلي بعدها ارسن فينكر كان موجود في الاستوديو التحليلي بتاع بي ان اتكلم عن النقطه دي. قال لك انا اول ما جيت الدوري الانجليزي كنت اول ما بديت تدريب مع ارسنال كنت بعمل الحركه دي، وكنت مقتنع من جوايا ان هي صح، ان انا بس الشوط الاول ببقى من فوق في المدرجات بشوف الماتش كويس ومش عارف ايه. بعد كده اكتشفت لا، ان انا كمدرب لازم ابقى جنب اللعيبه على الخط. التواصل بيبقى اسرع ومحلل الاداء بتاعي يقعد فوق. محلل الاداء اللي انا جايبه ايه فايدته يعني؟ انت عايز تعمل كل حاجه يقعد فوق هو اللي يتواصل معايا يقول لي يعني هي غريبه الصراحه بس يعني ماشي. طب انا اسالك سؤال بخصوص بايرن ميونخ، حاجه في الدفاع. انت شايف بمكانه اللي يلعب اساسي ولا كيم من جوي؟ شايف مين احسن؟ لا بمكانه رقم 1. بمكانه في تطور هو السنه دي الصراحه رهيب، بس مع اخر سنتين بمكانه كان الصراحه سيء ملط. وانا متفاجئ. انا بالذات الماتش امبارح انا متفاجئ. الواد بيدخل على اللاعب اللي بيجي له بسرعه ما بيسيبلوش اي ثانيه وبيقطع الكوره وبيخلصها وبيطلع بيها صح. والاحسن منه بقى اللي عايز امدحه جدا لايمر. لايمر قوي جدا يا جدعان. لو بتشوفوه في الدوري الالماني بيلا هو اصلا الفتره الاخيره بيقول لك لو بتشوفوه الدوري الالماني انا عارف ان انتوا ما بتشوفوش عشان كده بقول لكم انا متابعين الدوري الالماني ده يا عم. عشان كده خلونا اقول لكم الفتره الاخيره لايمر ما كانش بيلعب باك رايت اصلا. هو اساسه باك رايت بس في الدوري عشان الباك ليفت كله مصاب. جويريرو كان مصاب، كان لسه راجع من اصابه وقاعد على الدكه. ستاني سيتش اللي لعب امبارح كان مصاب، ما كانش في حد باك ليفت موجود. وفي عندنا ساشا بوي بيلعب رايت باك موجود على الدكه. فكان ساشا بوي بينزل هو الرايت باك، لايمر بيلعب على الشمال هو ليفت باك، هو لعيب ايمن.
كان بينزل وبيأدي كل ماتش جون واسيست وبيساعد هجوميا وبيساعد دفاعيا. لا هو قوي جدا وتحس فيه الشخصيه بتاع كيميتش كده والروح صراحه لعيب قوي ومكسب جدا 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 للبايرن يعني وهيفيدنا يعني هو في الاخر هي 3 نقط. نرجع عايز اقول برضو انا اتريقت كتير قوي الفتره اللي فاتت على بايرن الصراحه. بس هم السنه دي خصوصا ان مش قصدي كده مش بقلل من بايرن السنه دي لحد دلوقتي هو تقريبا احسن فورمه او احسن فرقه يعني دي حقيقه اللي اتشاف. وخصوصا كمان اللي مزود الموضوع ان الفرق مش عايز اقول مش في احسن في حالاتها بس هي بايرن فرق عنهم. يعني ليفربول مش في احسن حالاته انه لسه رايعنا امبارح 1-0 وريال مدريد مش في احسن حالاته، برشلونه مش في احسن حالاته، سيتي لا هو بايرن وارسنال هم احسن فرقتين في اوروبا دلوقتي. انا بس انا هيتقابلوا الماتش الجاي بالظبط بس لسه بدري برضه. مبسوط قوي في حته كومباني اول ما الحكم صفر الحته اللي انت قلتها طلع يجري على اللعيبه كلها واقفه في مكانها ما حدش جري هو الوحيد اللي فتح سبرنت طلع يجري على اللعيبه فرحان بطريقه رهيبه يعني كل اللي في دماغه حصل يعني ده نتيجه كل الخطط اللي هو عاملها كل الافكار اللي هو عاملها ان هو مضغوط لدرجه انه اول ما الحكم صفر طلع يجري على اللعيبه. فدي بصراحه عجبتني قوي وكان دايما يقول لك ادائك وحش ومش عارف ايه وهو حتى لما عمل اداء السنه دي كان كله دايما يقول لك لسه في الدوري الالماني بعدين لما قابل تشيلسي وكسبها قال لك كله ده لسه تشيلسي ووقع ومش عارف ايه. فده كان بالنسبه له اول ماتش ليه ولو كان خسر كان هيجي بالسلب جدا على بايرن. لو كان حصلت اي نتيجه كده هتيجي بالسلب. ماشي طيب ده كده اول ماتش. تعال نروح للوكسه اللي احنا فيها. تعال نروح لريال مدريد وليفربول. شفت الماتش ازاي؟ لا انا شفت بايرن وباريس بجد مش بقول لك اتفرجت. انت حضرت اصلا ماتش؟ انا رحت الانفيلد ريال مدريد ده بيدس انت بتدس يالا بيستظرف. الريال مدريد ما حضرش. انا بالنسبه لي ما راحش الماتش يا جدعان ولا لا كنا رايحين بكورتوا. هو كورتوا راح واحد كان عالمي بصراحه يعني كورتوا راح. طب انت شفت الماتش ازاي؟ نبدا الاول طبعا كده شفت الماتش اكيد. نبدا بريال مدريد الاول. شفتش باريس وبايرن شفت هايلايتس بس طبعا شفت مدريد وليفر. ليه مدريد كانت وحشه قوي كده؟ بص انا برضو يعني الحلقه اللي فاتت قلت ان ريال مدريد لما كسب برشلونه كان السبب كنت شايف ان السبب الاساسي اللعيبه مش تكتيك تشابي الونسو لسه تمام. لان تشابي الونسو لحد دلوقتي برضو عندي مشكله معاه في الماتشات الكبيره. يعني انت باريس 4-0 خسرت من اتلتيكو 5 كسبت برشلونه بس جاي خسرت من ليفر بعدين انت كسبت برشلونه برضو وهي واقعه يعني ما ده اللي قصدي فيه. يعني انت اللي خلاك تكسب برشلونه. انا شايف ان مستوى اللعيبه كان فايقين الماتش ده انما نيجي الماتش امبارح اللعيبه كلها مش موجوده. وبعدين انا برضو مش فاهم التكنيك. يعني هل امبارح لما كان بيلعب كونتر اتاكس؟ لا يعني ما كنتش شايف ان هو مسقط دفاع او بيلعب انا مش لاقي طريقه واضحه ريال مدريد بيلعب بيها. وغير كده زي ما قلت لك ان اللعيبه مش في احسن حالتها نهائي. اللعيبه مستواها كلها يمكن شويه اللي كان فيه شويه بيلينغهام شويه اللي حسيته هو وكاريراس. طبعا كده كورتوا بره التقييم. كورتوا يعني بغض النظر عن كورتوا ايه رايك في فينيسيوس؟ انا عايز اسالك على لعيب واحد. فينيسيوس انا مستغرب فينيسيوس اللي كان في برشلونه هو بتاع ليفربول امبارح. لا فينيسيوس امبارح كان هو من اول السنه مش ماتش هو من اول السنه هو ضايع من اول السنه معلش. امبابي برده امبارح ما كانش كويس بس فينيسيوس امبارح برده حاجات كتيره قوي. برادلي بصراحه برادلي عمل عليه ماتش برده. دي حقيقه صح. طبعا عمل عليه ماتش. طبعا مش عايز اقول ان كيكا برادلي جامد جدا وكل حاجه بس انا شايف برده هي فينيسيوس وحش او مش فينيسيوس اللعيبه كلها. انا شايف امبارح حتى امبابي بس انا ليه اسال عندكم في حاجه عشان برضو انا من الحلقات اللي فاتت قبل كده انت بالذات يا رضوان كنت مدي حق لشابي الونسو مديله اكبر من حقه سنه او انت حاسك ان مكبره بدري. مش مكبره انا شايف ان هو المدرب يعني مش المدرب المثالي. انت برضو كنت ساعتها بتقول لي دخلت الدوري الالماني وانا اقول لك لا انا قصدي انه ليه علامات انه يمسك ريال مدريد. ليه علامات عادي يمسك ريال مدريد بس هل قدم احسن مستوى؟ لا لسه بدري. شابي الونسو امبارح في ماتش امبارح انا هحمله مسؤوليه كامله بالنسبه لي. انا متفرج 100%. ما عنديش اولا انت لازم تمسك الكوره اصلا على ليفربول 100%. من اول ماتش يمسك الكوره ليفربول اصلا. يعني انت فوقت ليفربول يعني كل ايوه انت فوقت ليفربول بالظبط. ما كانش حد حتى بدليل مارك لما انت قلت 2 اتريقنا عليك. انا متوقع ان ليفربول دي حقيقه اللي هو ايه ما حدش توقع ليفربول يكسب. كمان مدريد في الانفيلد طالع بتعرف تفوق نفسها في الماتشات اللي زي دي. انا بالنسبه لي في اوروبا بالذات جو انفيلد وامرا لا ما بيفرقش قوي الملعب. بيفرق اكيد في جزء كبير بس يعني انت برضو ريال مدريد السنه دي على فكره عنده مشكله انت كل ماتشات تلعب بره ارضك بتتبهدل. ايوه انا بروح العب برشلونه في كامب نو وبنسبه كبيره الماتش العوده هيبقى في كامب نو مش في الملعب اللي بيتظبط. الجديد انت لما تروح تلعب برشلونه بقى بعد حوارات لامين يامال والقصص دي انت هتروح الصف كله يرجع. فينيا كله بالظبط وكله هتروح تعمل ايه؟ انا لسه مش قادر اشوف بصمه تشابي الونسو في الماتشات الكبيره قصدي لسه نهائي مش قادر اشوف.
يعني لسه عندي امل، ومش بقول ان هو وحش خالص، بالعكس انا شايف هو المدرب المناسب، لان ما كانش فيه غيره في الفتره اللي جه فيها. لا انا برضه عشان كلامي ما تفهمش غلط، انا مش بقول مدرب وحش. لا انا فاهم بقول ان قصدك. انت كنت يعني ايه في ثقه زياده عن اللزوم بشابي الونسو، مش مجرد ان احنا عندنا امل لقدام. لا كان عندي عندي ثقه فيه كانه عمل، هو لسه ما عملش. عندي ثقه فيه ان هو اللي هيفوق ريال مدريد. ماشي، بس هو لسه ما عملش تاريخيا، لسه ما عملش. لا لسه طبعا. لا تاريخيا عمل جزء يعني جزء مقارنه بسنه انه اول ايه اللي هو يدخل يدرب ريال مدريد، يدخل يدرب ريال مدريد عادي. بس هو لسه كاريره لسه مع ريال مدريد طبعا، مش ريال مدريد كاريره التدريبي لسه صغير، حتى لو خدها مع ليفركوزن في ظل ما البايرن كان واقع، هو لسه برضه تاريخه الكروي. بس انت عارف حاجه، ما بتبقاش مقياس قوي يعني، زي زيدان ما ضربش غير مدريد. نحكم عليه امتى بقى؟ لما نشوف نتائجه مع ريال مدريد. طبعا لسه انا لسه ده انا على عشان كده بقول لك انا لسه مش واثق قوي في الماتشات الكبيره والماتشات اللي بره الارض. يعني انا بقول لك امبارح مفيش بصمه، انا مش عارف ريال مدريد بتعمل ايه. هل هي بتلعب على اوف سايد، هل هي بتلعب على كاونتر اتاك، هل هي بتلعب مرتده، هل بتاع كوره طويله، انا مفيش اي حاجه. وطبعا اللي ساعده في ده ان اللعيبه ما كانتش في مستواها برضه يعني. ده رايي، انت ايه كان رايك ايه؟ انا شفت الملخص، انا لقيت ان ليفربول مضيعه 3 4 5 6 7 8 9 10 تجوان 11 12 13 لحد ما فهمتش هو ايه ده، هو فين ريال مدريد؟ هو ما احنا معناش ولا هجمه تقريبا، حاجه بسيطه قوي يعني، كوره بيلينجهام تقريبا واحده وواحده ثانيه، لكن ما فيش. وانا بالنسبه لي عايز انتقد فينيسيوس يا جماعه كارثه، هو كارثه، هو لعيب في مستواه. بس عليه امبارح برضه مش امبارح بس، ما الفكره ان هو مش امبارح بس، الفرقه كلها كانت امبارح ماشي، سيبك من ماتش امبارح خالص يعني. ماتش امبارح ده جزء من تقييم الفينيسيوس، لكن هو من اول السنه هو بيحاول يفوق نفسه من بعد حوار السنه ما خدش فيها بالون دور دي بالظبط. تحس ان الدنيا بالنسبه له ضلمت خلاص. هو حس ان انا عافرت وعملت كل اللي عندي وما خدتش حاجه، طب السنه الجايه بقى خلاص بقى. المشكله ان هي جات له في سنه مبابي داخل الفرقه عليه. لا وكمان في حاجه ثانيه انتوا واخدين بالكم منها، ان تشابي الونسو معنف قوي فينيسيوس السنه دي. يعني فينيسيوس هو في اول ماتشين ما كانش بيلعبه، هتتكلم هتطلع بره، انا بطلعك انت الاحتياطي، عايز انزل حد انت اول واحد تبديل. يعني تشابي الونسو مش معامله معامله مش مديله البنفيت كامله زي ما مبابي. خلاص هو مبابي باين ان هو يعني هو النجم بتاع الفرقه بالظبط، فدي اكيد مؤثره على فينيسيوس. في حاجه برضه سلبيه، حاجة غلط عايز اسالكم عليها، سلبيه انا ملاحظها برضه في ريال مدريد، الكره الثابته. انت الكور الثابته في الماتشات ريال مدريد كلها يا اما خطيره يا اما بتيجي جوان. دي حقيقه كتير. امبارح برضو بعيدا عن كل الفرص اللي ليفربول عملتها وكورتوا شالها، الجون يطلع فيك من كره ثابته، اقصر واحد في الفرقه بتاعت ليفربول واقصر واحد في الملعب تقريبا هو اللي يحط فيك الجون بالطريقه دي. فلا تمركزاتك في الكورنر اللي قبلها فان دايك اللي هو ان كورتوا شالها برضه بالظبط كده. نفس الكلام اللي قلناه على ماتش برافو عليك بالظبط. والخمسه بتوع اتلتيكو 4 منهم كرات ثابته، برافو عليك صح. ففي مشكله واضحه في ريال مدريد في الكورس ده يعني انا ممكن اجي انت ريال مدريد قوي كل حاجه وانا فرقه اضعف منك، اقفل دفاعاتي كويس، استنى كره ثابته تجيلي اعرف اخطفك بواحد واثنين وخلاص، واقفل كويس في ارضي ادام اللعب في ارضي. فدي يعني دي لسه تشابي الونسو قدامه شغل كبير. لا ده تشابي الونسو عنده شغل كتير مع شغل كتير بس عايز تقول حاجه على ليفربول؟ خش ليفربول. ليفربول الصراحه شايف الماتش ده جالهم طوق نجاه. خصوصا انت لسه كسبان استون فيلا فانت ما كسبتهاش حظ، انت كسبت استون فيلا بعد كده في مدريد وهتلاعب مين بعدها؟ السيتي. فانت الماتش ده كان مهم جدا جدا ليفربول. انا شايف انه هيفرق، اولا هيخلي ارنولد قاعد. يعني انا كنت شايف ان قصدك على ماتش السيتي ولا ماتش ريال مدريد؟ والسيتي يعني لو كان ليفربول خسرت من مدريد وسيتي بنسبه كبيره كنت اقول لك ارنولد بره. لا الماتش ده خلى ان حتى ده رايي يعني، حتى لو ليفربول ما كسبتش سيتي انا شايف ان ليفربول ارنولد لسه قاعد تمام. بس هو ادى شويه ثقه للعيبه، اللعيبه هتبدا ترجع تاني، لان الصراحه ليفربول كانت اخر 4 5 ماتشات قبل استون فيلا كلها بتخسرهم يعني. دي حقيقه. وهي بصراحه عشان اقول كلمه حقهم كانوا احسن من ريال مدريد بكتير بمراحل، سواء فرديا سواء جماعيا في كل حاجه يعني. اللعيبه على مستوى التكتيكي، على مستوى الفرص، على مستوى كل حاجه، لا اللعيبه كلها كانت احسن وهم بصراحه يستاهلوا الماتش. دي حقيقه. طب تعالى بما اننا بنتكلم عن ليفربول تعالى نخش على الماتش الديربي اللي جاي يوم الاحد، سيتي وليفربول. انت رايك ايه؟ صراحه خلينا قبل الديربي اقول كلام برضه على ليفربول. كان في كلمه عايز اقولها بس سريعا نخش في ماتش السيتي. ماشي. الحلقه اللي فاتت برضه انا منشنت فيها انه ايه الثلاث ماتشات بتوع ليفربول كان استون فيلا، انا فاكر انت قلت ايه كويس، وريال مدريد والسيتي. قلت ليفربول ممكن تفوق على، قلنا هي دي اهم 3 ماتشات لليفربول بالظبط تفوق عليهم. بالظبط دي حاجه حلوه. عجبني ارن سلوت في حاجه، المره الاولى اللي بقولها ان ارن سلوت يعجبني في حاجه في ماتش ريال مدريد بالذات او في ماتش استون فيلا، ان هو ركز ايه على الدفاع.
احنا قلنا ان فرقه ليفربول او الكواليتي اللي قدام هيعرف يسجل قدام اي فرقه. يبقى انا كمدرب اظبط ايه؟ اظبط دفاعي. وانس ان انا ظبطت دفاعي، خليت الهجمات اللي تيجي عليا قليل، ما استقبلتش هجمات، هعرف اكسب حتى لو من كره ثابته. بالظبط صح. شفنا ده في ماتش استون فيلا، ما جاش عليه هجمات في ماتش استون فيلا خالص، ما استقبلش في مدريد جوان. برضه ما جاش عليه اول كلين شيت او من تاني كلين شيت يعمله في الدوري تقريبا، من الحاجات القليله. كان استون فيلا مركز كان دفاعيا قوي. كانوا بيلعبوا في ملعبهم صح، في الانفيلد في الانفيلد تقريبا صح. لان ليفربول مشكلتها كلها في ملعبها اللي بره. كل الفرق اللي خسرت منها ليفربول او تعادلت كان كريستال بالاس كان بره. لعبوا بين اللهم تشيلسي بس. هو ماتش السيتي في الاتحاد. لا بس هو الماتشين دول هو كان مركز دفاعيا قوي لو خدت صح. بس بالذات ان التشكيله اتغيرت. يعني بص عليها تلاقي في الماتش من اول استون فيلا لحد ماتش الريال تلاقيه بيلعب ماك أليستر وفي خط النص وجرافنبرخ وقدامهم سابو سلايد، 3 بيلعبوا في خط النص. في ماتش ريال مدريد جه ايه؟ ما نزلش جابكو، قام منزل ايه؟ فيرتز على الشمال، وبعد كده نزل جابكو من على الدكه، فاهم؟ وصلاح ومهاجم، فخلى سابوسلاي لاعب حر في خط النص، وفي نفس الوقت كانه لاعب تحت خط خصوصا ان سابوسلاي اكتر لاعب فارق في ليفربول السنه دي، وظبط خط اكتر لاعب فارق وفايق، والثلاثه مع بعض بقوا ظابطين. يعني عاملين خط نص دفاعي جامد، بقوا دفاعيين الثلاثه مع بعض. يعني هو لسه بيجرب، هو لحد دلوقتي بيجرب يعني بالظبط. بس يعني معاه ماشيه حلوه. يعني دي احلى حاجه ان هو بيجرب. معاه سكواد حلو يا جماعه، حتى لو هو مدرب مالط هو معاه ماشيه حلوه هتفيده يعني. ايوه. او هتخليه، فدي حاجه حلوه ان هو يظبط دفاعه. اول مره ما قلتش عليه مالط عشان كسب فرقتنا بس، عشان كسبنا احنا. تخيل المره الوحيده اللي قلت عليه مالط هنكسب مدريد. يا نهار اسود. لا هو ستيل مالط، بس هو لعب على النقطه اللي ممكن تكسبه الماتش. ايوه اللي هي نقطه الدفاع، وده هيبان اكتر قدام السيتي لانه هيخرج بقى بره ارضه قدام السيتي. بالظبط، هيروح يلعب الاتحاد بالظبط، وهيخرج قدام ضرفه. يعني هالاند ده بالنسبه لي ضرفه يعني. لكن هالاند في الماتشات الكبيره لما بيلعب قدام مدافع عارفه قوي، مثلا زي فان دايك، لما يلعب حد زي يعني بيغل. مدافع تقيل قوي، لا مش بيغل المدافع، بيبقى مرخم عليه بطريقه. بس هالاند بيجيب برضه. بيجيب طبعا. هو بيجيب بس قصدي ان هالاند لما السبوت بيبقى عليه من مدافع معين له اسمه ويخاف يتهز، لا ما بيحلوش. ما بيحلوش. يعني انا متوقع في الماتش ده هيبقى في ماتش ما بين فان دايك وهالاند لوحدهم، الاثنين هيكفروا بعض. ده حقيقي. يعني الاثنين هيهينوا بعض. شايف اصلا الماتش ماشي ازاي؟ لا ايه، السيتي بتبدا تفوق، وليفربول بعد ماتش ريال مدريد هتبقى طبعا داخله الدوري. الماتش هيبقى حلو. طبعا بس انا اتوقع يعني ممكن السيتي تكسب للامانه يعني. عشان مستوى ولا عشان في لا عشان اولا ليفربول بره ملعبها انا ما بامنلهاش قوي يعني. غير لو اصل لو ليفربول عدت ريال مدريد وسيتي وهي كانت مضيعه الاربع ماتشات اللي قبليهم، فهي فاقت، فهي عرفت النواقص بتاعتها، فهي تبدا تطلع. انا ده كله عايز اشوفه لسه عشان احكم عليه. لكن بالمعطيات بتاعت الدوري في ليفربول بره عن ماتش ريال مدريد الاخير اللي هو كان السبب في الخساره، ريال مدريد اوريدي عشان كانت وحشه جدا. لا اتوقع ان السيتي افوق بكتير من القصه دي، من قصه ان ليفربول تدوس عليها يعني في الماتش ده. فانا بتوقع ان السيتي ممكن تعمل مش جيم عالي قوي يعني، ما يبقاش مش اجوان كتير والكلام ده كله، لكن اتوقع السيتي ممكن تخلص الماتش. انت رايك ايه في السيتي وليفربول؟ انا شايف برضو الماتش هيبقى صعب جدا، خصوصا ان السيتي كان عندها ماتش تقيل قوي الاسبوع اللي فات، ماتش بورنموث. يعني انا شايف ماتش بورنموث ده كان برضو زي محطه كده للسيتي، اشوف انا دنيتي واصله ايه. لان السيتي برضو ماتشين تلعب حلو، ماتش تخسر، ماتش تقع، ماتش تتعادل، ماتش بورنموث انا شفته، لا السيتي عملت ماتش جامد جدا. وخصوصا انا مش بقلل، بس هي بورنموث السنه تقيله يعني، فرقه حلوه في الدوري الانجليزي. بس مش لازم بورنموث انها هجمت قدام السيتي برضه يعني. طبيعي ده كده جولين اللي هالاند واخدهم من نص الملعب بيجري بيهم. ده حقيقي يعني برضه. انت بتهاجم قدام السيتي برضه، خليك واقعي برضه يعني. ماشي، بس ليفربول عادي هيهاجم السيتي. لا مش شرط كله في دي. لا طبيعي مستوى ليفربول ما اعتقدش ان ليفربول هيتهاجم، بس انت برضه تقدر تلعب عليهم. انا شايف الماتش هيبقى صعب جدا. برضه عندي توقع شويه، ان حاسس ان السيتي حاسس ان السيتي. انا شايف حاجه مختلفه. طب قول انت شايف الماتش الاول ازاي؟ الصراحه انا شايف سيناريوهين للماتش. ايه؟ بس هو ده السيناريو اللي هنبدا دي ومتاكد منه 100%. ارن سلوت بعد ما الطريقه نجحت معاه في الماتشين اللي فاتوا هيطبق نفس الطريقه وبنفس التشكيل. كده هو طبيعي هيدافع وهيعتمد على الدفاع وهيعتمد على الهجمات المرتده. تمام. السيتي بقى في حاجه من الاثنين، السيتي يا اما بتتنح معاه قوي في الجون الاول فتلاقي الماتش ده رايح باتجاه 0-0 وهيبقى زي ارسنال كده، يا اما السيتي هيعرف يخترق الدفاع بتاع ليفربول في اول الدقائق او في الشوط الاول 1-0 والماتش ده هيروح في اتجاه سكور للسيتي. يعني يا سكور للسيتي يا 0-0 ليه سكور للسيتي؟ الماتش ده لو ده انت مش متوقع ان ليفربول كسب مش تكسب اصلا.
ليفربول صعب تكسب على ارض مش السيتي. بقى اصل انت حسيت لما انا وماركو قلنا السيتي يكسب، انت قلت انا شايف عكس كده. ايوه لا، أنا حسيته شايف- هيقول حاجه. حسيت يا سكور للسيتي هتعادل يعني ليفربول. طب ما انت معانا اهو يا عم، في ايه؟ لا انا بتكلم على سير اللقاء نفسه. ماشي، يعني اه. هو كده كده ارن سلوت هينزل يعمل جيم دفاع تاني، عشان هو بيشوف اللي تكسبه يلعبه. هو وبعدين خلي بالك هو عنده برضه عيال فراوده في الكاونتر اتاك، فدي هتساعده جدا برضه. دي هتساعده حلو، بس هو لو ابتدى هيرخم على السيتي في مم. الاجوان. كده كده هيرخم على السيتي، هيبقى ماتش رخم قوي لو السيتي ما عرفش يسجل فاول الدقايق. ده حقيقي. بالعكس بقى الانهيار هيحصل امتى في ليفربول؟ لو انا سجلت فيك في الاول وانت ابتديت تهاجم مم. عليا يا ليفربول، لان جوارديولا السنه دي بيعجبني قوي، عجبني قوي في الحته دي، بدا يغيرها. ان انا لما ابقى كسبان 1-0 انا هستنى اللي قدامي يهاجم عليا يحاول يتعادل، أيوة، انا هلعب أيوة. على المرتدات. كانش بيعمل كده قبل كده. كانش بيعمل كده قبل كده. اضغط بإيدرسون خليه. بالظبط. هو بالمرتدات السنه دي قوي. هالاند شفناه طبعا. اكتر من طبعا. 4 تجوان جايبهم من طبعا. خط نص ده الملعب حقيقي. بينفرد طبعا. بيهم. وانت عندك كوارث بقى، هترجع لي الكيركز وبرادلي، تعالوا لي بقى من خط النص. هيبان بقى الفضايح بتاعتكم مع أيوة. كوناتي مع فان دايك، دول بيبانوا لما بيبقى خط النص او خط الدفاع متقدم، بيبان بقى الفضايح بتاعتهم. فهو ارن سلوت هينزل يدافع الماتش كله، لو استقبل جون هتبقى فضيحه معاه. وانا انصحه من دلوقتي، يعني لو بيتفرج على الحلقه ولا حاجه ارن سلوت اسمع نصيحه حبيب بعد اذنك، يعني عشان ايه ما تلبسش. حتى لو دخل فيه واحد يحاول ما يهاجمش غير في اخر الماتش بقى. توقع نتيجه. توقع نتيجه. هقول حاجه زي 4-1 السيتي. لا مش الدرجه ولا اقول لك 4-0 اصلا. ابو صلاح مش هيجيب جول كده شلت الواحد. كيركز مش هيجيب حاجه. هو انا الماتشات دي عارفها، لما عارف انا حافظها كل سيزون لما بيروحوا الاتحاد هناك بياخدوا سكور، فاهم؟ من 3 سنين. 3-1 سيتي. 3-1 ما سيتي. بعدتش على فكره، ما بعدتش على 4. مش عارف بصراحه، ممكن نقول 2-1 للسيتي. كلنا متفقين السيتي هتكسب. ليفربول هتكسب. بعد الفيديو هنسلم على بعض. ليفربول هيطلع فاهم جايب هاتريك، واللي معاهم صلاح في الفانتازي هيبصوا، واحنا اللي هنطلع زعلانين في الاخر. خلاص تعالى نشوف. ماشي. طيب يا جماعه، انا عندي لكم لعبه كده زي الحلقه اللي فاتت. تمام. معاكم لعبه بسيطه كده برضه، لعبه اتلعبت كتير، بس انا عايز اعرف اراكم فيها عشان حاسس هيبقى فيها شويه ايه جدل كده. انا هقول لكم 3 لعيبه، انا هلعب برضه معاكم في الاخر. ماشي. هقول لكم اسامي 3 لعيبه، تمام؟ وتقول لي واحد اساسي، واحد دكه احتياطي، واحد تبيعه. ماشي. تمام؟ واحد العب بيه اساسي، واحد احطه على واحد- الدكه، واحد ايه؟ تبيعه. واحد اساسي، ماشي؟ واحد دكه، واحد تبيعه. ابدا بيمين. ابدا بحبيب بقى. ما نبدا يا عم، نبدا بحبيب. ابدا بحبيب. ايه انت بتبص له كده ليه؟ مالك؟ طب ابدا يلا. لا خلاص ابدا بحبيب. طب لا ابدا. انت قلت اليمين، هترجع في كلامك. مش هينفع، خلينا بيمين. بس انت المره اللي ده فاتت سهل كده، رايح جاي، جاي هتقعدوا تلعبوا بيا بقى ولا ده دي لعبه احلى. المره اللي فاتت انت ابتديت بيا. طب ابدا يلا. يا ارني سلوت، ما تنساش تسمع كلام حبيبي. اقول لي معاك ليبريتو بدل 10 عندي. طيب بوفون، كاسياس، نوير. يا راجل حرام بوفون، عليك. كاسياس، نوير. ابدا بنوير. تمام. لا سرعه يا حبيبي. ماشي نوير وحرام عليك. وبوفون دكه وبيع كاسيس. وبوفون دكه وتبيع كاسياس. انت بتعمل كده ليه اصلا؟ يعني بجد والله ده سؤال رخم يعني، بس كده كده انت عارف ان انا هبدا بنوير. ابدا بنوير. 100%. احنا ابتدى على فكره نبدا بنوير. احسن حارس. انا كمان انا قلت كده. بس انا اعكس مع مارك بقى، يعني انا دكتي كاسياس وللاسف وتبيع هبيع بوفون. للاسف. انا نفس حبيبي بالظبط. ماشي. نوير، كاسياس دكه، ابيع بوفون. هتبيع بوفون. ماشي. صعبه قوي الصراحه. في حاجه شايفها شويه سهله يعني، مش صعبه قوي. تمام. بس بتاعت الحراس دي تقال قوي يعني. سهل قوي. عندك داني الفيش. تمام. كايل ووكر. يا راجل. فيليب لام. بقول لك خليك انت فكر بقى. ابدا يا حبيبي. لام طبعا من غير ما ابتدي. لام. داني الفيش ووكر. داني الفيش دكه ووكر ابيع. ماشي. نفس الكلام بالظبط. نفس الكلام. انا مختلف معاكم شويه. مش هتبيع. هيبتدي بتاني الفيش. مش هتبيع ووكر ولا ايه؟ هتقعد ووكر ده اسطورته مين؟ كريستيانو رونالدو. مين اللي كان بيحط عليه داني الفيش؟ فاهم؟ فاكيد هيبتدي بيه. طب قول هتبدا بمين؟ والله صعبه، مش هتصدق مش عارف. بس هبتدي بالصراحه. ايوه. داني الفيش. ماشي. يعني ما بحبش اشوف، انا اصلا بكره داني الفيش، بكره برشلونه بس. هو برضه في البيك بتاعه داني الفيش. اكيد مش هتبيع لام ووكر. يا راجل عيب. وهبيع فيليب. يا عم تبيع فيليب لام ازاي يعني؟ يا جدعان ووكر برضه انا شايفه اندر ريتد فشخ. ايه اللي اندر ريتد دي؟ ووكر جامد قوي الصراحه. يا عم فيليب لام.
ايه حلو، فيلم حلو والله. ده انت اللي حلو ايه؟ كابتن باير، كابتن منتخب كاس عالم، فاهم، شامبيونز ليج، كل حاجه عملها في التاريخ. هبدا ماشي. بداني الفش. ماشي، ايه اراء ابيع انت عارف، بس اقول لك على حاجه سريعه، انت عارف جوارديولا لما كان بيدرب بايرن بيقول لك اذكى لاعب دربته في حياتي هو فيليب لام. اذكى لاعب هو كان بيلعب طب بيه لا خط كده نص مدافع هغير، بس. هبدا انت بداني الفش ايه؟ ووكر وهبيع برضه. ده انت حيوان بقى، ده انت ايه؟ عايش هو لعيب ذكي جدا بصراحه. ده انت مستفز اصل انت يعني. هو فارق على الاثنين التانيين ان هو يلعب في اي بوزيشن، هو بيلعب لك خط نص. خلاص ايه اراء خلاص، هو حب وكره. هو حبه كده. قال لك بستفزك. قال لك اسطورتي كان بيتحط عليه من دالي الفيش، لازم العب بيه. روبرتو كارلوس، مارسيلو. يا روبرتسون. قلبي روبرتسون هديه بالجزمه. هديه بالجزمه وعلى قعدوا بديل لكيركز. لا نفس الجزمه والله، نفس الجزمه وحطها. شوف بديل لكيركز. ومارسيلو وروبرتو كارلوس. طبعا هبدا بكارلوس، بعد كده مارسيلو دكه وهبيع. طيب انا هقول انا هبدا بمارسيلو طبعا. ماشي. حب وكره والله. لا والله انا شايف مارسيلو احسن من روبرتو كارلوس. الاثنين ريال مدريد. اراء بالظبط. انا شايف مارسيلو احسن من روبرتو كارلوس. الاثنين بتوعنا يا باشا. على فكره انا بالنسبه لي مارسيلو ده احسن باك ليفت بالنسبه لي. ما انا قلت لك العامل اللي بيلم الكور في ريال مدريد احسن. يا عم لا والله لا احسن بالله ابدا. طب مين اي حد عدى على مارسيلو؟ ريال مين باك ليفت احسن من مارسيلو؟ روبرتو كارلوس. ماشي. سهله وبسيطه يعني. يا عم في الزمن الحديث حتى مفيش. ماليش دعوه، دلوقتي جايب لي حد من الحديث، لا. جايب لي روبرتو كارلوس برضه. يعني قصدي انا هقول لك، انا مارسيلو وروبرتو كارلوس وروبرتسون مش شايفه فعلا. بس كارلوس جاب اجوان اكتر. ماشي بس انا مارسيلو بس انت بتحب لعب مارسيلو. ماشي. مارسيلو عالمي. بص عشان السف ده ما يبانش ان انا بتريق على مارسيلو، هو مارسيلو عالمي. بس هو كارلوس ده يعني مارسيلو دكه، روبرتسون مش شايفينه. اصلا روبرتسون ليه واحد احسن منه؟ ليه روبرتسون اتحط مع دول اصلا؟ طيب سيرخيو راموس، بويول، مالديني. يا قلبي هبدأ بمالديني. قلبي مش جايبني بصراحة ان انا ما ابدأش براموس، بس طبعا راموس دكة. وبيول هتبيع. وطبعا بيول هبيع، مع ان بيول مؤدب. بيول مؤدب ومحترف. انا بفكر راموس كيك هبدأ بيه طبعا. انت بتحب راموس؟ مالديني راموس بعد كده مالديني، بعد كده هيبقى هرمي بيول بالجزمه. بس لا خلي بالك معلش. لا بس لا حرام انا قلت هرمي بيول بالجزمه. لا كويس برضه. بيول كويس جدا. بس كويس برضه. كويس برضه. كويس برضه. بيول على فكره لعيب مؤدب. اخلاق بجد. عمره ما استفز حد. عمره ما هرمي بالجزمه خلاص. قول هبيعه لعيب محترم. اللعيبه اللي انت قلتها دي كلها ما فيش حد يترمي بالجزمه غير ريبرسون يعني. هو الوحيد اللي مش لاقي عليهم. ماشي قول. زي ماركو، هو مالديني هيبدا اساسي، دكه راموس. ما بيحبش راموس، انا عارف. هو يحب الكوره. لا باشا، راموس يحب الكوره بالنسبه له. لا بس مالديني. طب وبيول؟ يلا عشان جايلكم بقى في واحده صعبه قوي. اديه. ابدا بمين؟ ابدا باي حد. ماشي حبيبي. تعالى مودريتش، انيستا، تشافي. يا راجل ماشي. ابدا انا واسهل لكم. انا مقرر. انا عارف انت هتقول ايه وانا هقول زيك. هو مودريتش هيلعب اساسي. انيستا دكه، تشافي. انا عارف ان انت هتقول كده وانا شايف كده برضه. اختلف معاك يا باشا. ده خلاص اختلف معاك. اختلف معاك. ايه ده؟ انا افتكرت لا يا باشا انا هبدا لا انا هبدا بالرسام يا باشا. انا هبدا بانيستا. انيستا، مودريتش، تشافي. اراء اللعبه معموله عشان اراء. احنا تقريبا مش طايقين اراء بعض، فاهم؟ اراء. طيب دي بروين. ايوه. اوزيل، روبن. دي بروين، اوزيل، روبن. دي بروين، روبن، اوزيل. دي بروين معايا، روبن دكه، اوزيل ماشي. هبيع. صعب الموضوع. صعب عشان برضه روبن مش نفس الستايل بتاع اوزيل ودي بروين. مختلفين برضه. لا برضه قوي قوي الصراحه. مش عارف يعني. هو بص، هو دي بروين الثالث هبيعه. يعني انا بحب اوزيل قوي قوي وبحب روبن قوي قوي قوي. ايوه دي بروين هبيعه. بس انا لو هلا طب ده ليه يا عم؟ ما يبيعه يا عم. بيعه ده انا بادئ بيه اساسا. انا بالي. طيب دي بروين هبيعه. هي اراء ماشي. لا اراء ماشي خلاص. طيب دي بروين هبيعه، هلعب اساسي باوزيل، دكه روبن. ماشي. ده لهوي، ده عكس خالص. انت ما قلتش. انا ما كنتش عايز اجاوب الصح. صعبه دي قوي، رخمه. هبدا ب اوزيل، روبن، وهبيع دي بروين. يا عمي لا روبن خلي بالك
لك طب ودي بروين يعني، ما هو دي بروين خلي بالك هو دي برضه. بروين جامد ثلاثة. جدا. طب خلاص بس انت خلاص. لازم طيب. طالما اراء خلاص. ناقصنا 2. ماشي ناقصنا 2. 2. قول اديني بقى في المحلي إيه؟ واحده كده، اديني واحده في لا في المحلي. المحلي دي بقى في حلقه المحلي. طب ماشي. لا ما تدخلش الاعداد في بعض. لا خلاص اسف. كم؟ طيب صلاح، هازارد، ليفاندوفسكي. لا يقارن. صلاح، هازارد، ليفاندوفسكي. يلا. لا يقارن آه. صلاح باي واحد فيهم. ماشي يعني صلاح كده كده معاك اساسي. شوف يا باشا، ليفاندوفسكي انا هبيعه. انا حر. انا حر. افتكرت حاجه بس كده. ماشي حد هيتكلم؟ مش ده رايي. مش هرد عليك، مش هرد عليك. بيع مش ده ولا رأيي؟ العب اساسي عادي يعني. بيع ولا العب اساسي انا هاخده. صلاح، ليفاندوفسكي ومين؟ صلاح، ليفاندوفسكي، وهازارد. صلاح انت جايب هازارد. للاسف انا هقول ليفاندوفسكي هخليه معايا كده. ليه؟ ما عشان لا هازارد مش زي انا بقول لك كل واحد في البيك بتاعه. احنا كل اللعيبه اللي قلناها دي في البيك. صلاح كده كده هبدا بيه، طبعا. وبعد كده للاسف ليفاندوفسكي هيقعد دكه، وبعد كده هبيع هازارد. هازارد. وانت؟ هيبدا بليفاندوفسكي، والتاني واحد مين؟ طبيعي هبدا بليفاندوسكي 100%. ها اعظم هداف في الشامبيونز ليج بعد ميسي كريستيانو. يلا بس يلا ها؟ يلا يلا اسطوره البايرن. يا عم يلا يا عم يلا. عمير بقى. هتديني وقتي ولا هو امشي؟ هو دلوقتي مش هو اللي بيدينا، ماشي ماشي يلا. هو اللي بقى ابتدي بيه. هازارد خلاص للاسف الفتره بتاعت ريال مدريد هي اللي وقعته، يعني فتره بس مالكش مالك دعوة، في أنا البيك، بتكلم مالكش في البيك. كل البيك واحد في بتاعه. لعبه، البيك بتاعه. في لعبه في البيك، ماليش دعوه ان شاء الله لو لعب سنه. انا بتكلم اللعيبه دي كلها البيك بتاعها. بص هو صلاح بالنسبه لي لعيب ارقامه حلوه قوي، بس الكوره معاه في رجله. لا هازارد احلى، شكله في الكوره احلى، ولعبه في تحت في شكله الملعب هيبقى ابو صلاح ابو مارك. لا ما ده اللي ناقص. غالباً هيبقى ابو ده صلاح. اللي ناقص. حرام عليك. هبيع ابو صلاح للاسف يعني. ماشي. لأنها بيع أرقامه صلاح؟ قوية. ما انت حطيت لي مع ليفاندوسكي برضه، يعني هو احسن من ليفاندوسكي حرام كلاعب عليك. كوره بس انا بالنسبه لي ده اسطورتي يعني. حرام فأنت- عليك. انا صلاح. ابدا بصلاح. اه ماشي معاك دكه مين؟ معايا دكه. انت هتخلينا نختار ليفاندوفسكي مش عارف الصراحه. ولا ترميه في الزباله؟ شكلي هتلعب بهازارد. هازارد في البرايم بتاعه برضه. هازارد برضه. صلاح، هازارد، وهبيع ليفاندوفسكي. ماشي حب وكوره والله العظيم بشيلها حب وكوره يا حبيبي. اراء مدريد على اللي بيشجعوا مدريد والله. اراء يا حبيبي مال. خلصت لسه. لسه لا ناقص اخر حاجه. طب يلا قول. زيدان، رونالدينيو، ميسي. يا نهار اسود، يلا يا نهار اسود. زيدان، رونالدينيو، ميسي. دي بقى موت. يا لهوي. ميسي هبدأ بيه للأسف، أنا ما بحبوش. وبعد كده زيدان ورونالدينيو. دي كارثة دي. دي كارثة. زيدان بعد كده ما اقدرش اقول ما اقدرش اقولها يعني. اقول مع رونالدينيو. ميسي زيدان. خلاص. انت هتبيع مين؟ لا انت انا. عايزين ابتدي انا جاهز. انت جاهز؟ انا قول. مش جاهز صراحه. قول. ميسي كده كده هيلعب بيه، مم. احسن لاعب لعب كوره يعني بالنسبه لي. رونالدينيو هبيع زيدان. ميسي للاسف مش مصدق ان انا بقول ميسي اصلا. بتكلم في البيك يعني مش في البيك طبعا، مش محتاج اقول بيك ميسي، بس ميسي احسن لاعب في العالم هو كريستيانو، يعني هم الاثنين احسن لعيبه في العالم. ما تزنقش بقى حد يعني، خلاص قول لي احسن لاعب في العالم فميسي يعني. يا عم ماشي ميسي. زيدان وهبيع رونالدينيو. انت زي ما جبتلناش كريستيانو هتبيع رونالدينيو؟ ما يبيع يا عم، هو ايه اللي يبيع؟ ما يبيع رونالدينيو. هو زيدان برضه يا جدعان اسطوره كل حاجه، بس ما احنا جيلنا ما اتفرجش عليه كتير يعني، احنا برضه ما حضرناش. كان مع يعني، رونالدينيو كان لعيب. 2005 يعني بس رونالدينيو احنا على الاقل في فتره كده كبيره احنا استمتعنا باللعب بتاعه الصراحه. مفيش امتع من يعني الفترات اللي عدت دي كلها اللي كان بيلمس فيه شويه نيمار وراح في داهيه. تصدق صعب والله، انا حاسس انا ظلمت. هتبيع زيدان؟ هو زيدان يتباع؟ الصراحه برضه طب رونالدينيو اتحبس قبل كده. زيدان ما خيب اتحبس. انت زي ما جبتش كريستيانو في عشان كريستيانو بره التقييم. لا يقارن، لا لا يقارن. يقارن. ايه رايك؟ لكن هتلاقي ليفاندوفسكي، روبن، زيدان، رونالدينيو. حب وكره، انا اللي بحبه بكره. لا والله ايه لا بص يا حبيبي، في فرق بين الاراء. أيوة. دي اراء دي مسلمات. لا اراء يا حبيبي، كل واحد رايك. انت رايك اسطوره ايه؟ انت رايك ليفاندوفسكي اسطوره. انا ايه اللي مقعدني مع اتنين بيشجعوا ريال مدريد؟ ما لا بس انسى بيتفرجوا لبعض هما انسى الاتنين. مدريد، انسى وانا قاعد مدريد. اتنين بيشجعوا الاهلي وقاعد فتح بقه. هي اهو بيشجعوا الاهلي. بس دي حاله اوروبا مش حل. طب خلاص. بص عايز. ماشي. دي يا جماعه كانت قعدتنا النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا وتكونوا قعده خفيفه عليكم. استنونا في قعدات كتير جايه. سلام.